أنتم تنتمون إلى من؟ تنتمون إلى الإسلام. أليس هذا هو القرآن كتاب ربكم؟ أليس هذا هو القرآن فيه عزكم ونجاتكم؟ فلماذا أنتم تعيشون في هذه الدوامة ثم تبكون على انخفاض الدولار أو صعود الدولار؟ هل أنتم عباد الله أم عباد الدولار؟ هل أنتم أتباع أمريكا أم أتباع محمد صلى الله عليه وآله؟ أفيقوا من هذه الغفلة، أنتم مخدرون. من لا يحس بها لا ينتمي إلى الأمة ولا إلى الإنسانية. أبلغوا هذه الرسالة، اسألوا هؤلاء الذين ينظرون إلينا في المسير وكأننا غرباء عنهم وهم غرباء عنا. ماذا يضركم لو أغلقتم محلاتكم التي قد تأتي لحظة فتخطف وتسرق، سواء كان من إرهابيين أو من أذناب الاستعمار وغيرهم من الخونة؟ هذا المال الذي أنتم مخدوعون به قد يزول في لحظة. انخفاض الدولار يجننكم. العراق لا تحزنون عليه، إنما تحزنون على الذهب والدرهم والدينار. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله كلمة: إن الدرهم والدينار قد أهلكا من كان قبلكم وإنهما لمهلكاكم. ولكن ألقوا الحجة على الآخرين لأن البعض مغفلون. قولوا لهم: لماذا لم تشاركوا؟ نحن سرنا الآن يأتي أناس ينظرون إلينا وكأننا نتحدث عن التوراة والإنجيل، لا نتحدث عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذه لحظة انطلاق ولحظة وعي يجب أن تصل إلينا وإليكم جميعا، خصوصا المسؤولون عليهم أن يفهموا: إن لم يعودوا إلى كتاب الله وإلى الإسلام فلا خير فيهم، ولا نعترف بهم ولا بعمليتهم السياسية. من لا يتمسك بالإسلام لا قيمة له ولا وجود له عندنا. الإسلام ديننا، الإسلام ديننا، لن نتنازل عن رسالتنا، لن نتنازل عن رسالتنا. لا جاهلية ولا علمانية، لا جاهلية ولا علمانية، ولا أفكار غربية ولا سفارات أجنبية، ولا أفكار غربية ولا سفارات أجنبية. ديننا الإسلام، ديننا الإسلام. الله ربنا، الله ربنا. محمد قائدنا، محمد قائدنا. علي إمامنا، علي إمامنا. أئمتنا سادتنا، أئمتنا سادتنا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.